يلا بينا وبسم الله توكلنا على الله. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من اي فور جرافيكس اند ميديا برودكشن وكورس اليو اي واليو اكس. الحلقه اللي فاتت احنا اتكلمنا عن اليوزابيلتي وقلنا ان في حاجتين مهمين قوي اللي احنا هنتكلم عليهم في اليوزر اكسبيرينس عموما. قلنا ان احنا عندنا حاجه اسمها يوزابيلتي ودي اللي اتكلمنا عليها الحلقه اللي فاتت، ولو انت ما شفتش الحلقه اللي فاتت هتلاقيني سايبها لك في الايفون. والحلقه دي بقى احنا هنتكلم عن الاكسسبيلتي ونفهم يعني ايه الاكسسبيلتي. لو انت اول مره تتفرج عليا، انا اسمي عمرو اسماعيل، انا مالتي ميديا سبيشالست والتشانل دي بتاعتي. التشانل دي الهدف بتاعها كله ان هي بتحاول توصل اي حاجه في الدنيا ليها علاقه بالجرافيك او الميديا او الميديا برودكشن بشكل بسيط ومن غير كلكعه. الحلقه اللي فاتت احنا اتكلمنا وعرفنا ايه اليوزابيلتي وعرفنا ايه ال6 بوينتس بتاعتهم، وان دي حاجه ان احنا لازم نطبقها لو احنا عايزين نشتغل على الموبايل ابلكيشن او الويب سايت بتاعنا. وكمان اتكلمنا ان الحاجات دي من ايام الاتش سي اي لما كانوا بيطبقوا اي حاجه في الدنيا، ان شاء الله لو جهاز او كاميرا او تلفزيون او اي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجيا. طب ايه بقى الاكسسبيلتي؟ الاكسسبيلتي دي حاجه سبيسيفيك اكتر عن اليوزابيلتي. يعني ايه؟ يعني اعتبر ان اليوزابيلتي المسمى الكبير، الاكسسبيلتي الحاجه اللي اصغر منها بس اللي فيها تفاصيل ادق من اليوزابيلتي. طب فهمني يا عم اكتر، يعني ايه الاكسسبيلتي دي؟ تعالى ناخدها كده نترجمها بالبلدي. اكسسبيلتي، تعالى نقسم الكلمه لجزئين. كلمه اكسس ان انا اقدر ان انا اكسس على حاجه او ان انا استخدمها، بس يكون الموضوع ان يبقى فيه بساطه كده. انا عايز اكسس على حاجه، طب ما هي هتبقى اليوزابيلتي ان انا هيبقى سهل ان انا اتعلم والكلام ده كله. لا 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 لا، دي متفصصه شويه. يعني ايه متفصصه شويه؟ يعني بيكلمك ان اي بني ادم في الدنيا يعرف يستخدم الموبايل ابلكيشن او الويب سايت بتاعه. طيب مش فاهم، فهمني اكتر. انا دلوقتي عملت موبايل ابلكيشن، هل الموبايل ابلكيشن بتاعي ده لو حد من السبيشال نيدز هيعرف يستخدمه؟ تصدق انا ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده. مش في ناس ما بتسمعش وفي ناس ما بتشوفش وفي ناس عندها مشاكل في ايديها، في ناس عندها عمى الوان، في ناس عندها مشاكل في النظر بتاعتها، فانا هخسر التارجت اودينس دي. ايه ده؟ انت قلت دلوقتي كلمه حلوه قوي، التارجت اودينس. تعالوا دلوقتي هنتكلم في اتنين في واحد، يعني هنتكلم ماركتنج وهنتكلم يوزر اكسبيرينس. لما احنا بنيجي نتكلم في اي حاجه ليها علاقه بالماركتنج بيقول لك ايه التارجت اودينس بتاعك. طب يعني ايه التارجت اودينس بتاعك؟ مين الفئه المستهدفه اللي انت عايز ان انت تدي لهم الحاجه دي؟ انا عندي بيج على النت ببيع فيها هدوم، حلو. طيب الهدوم اللي انا ببيعها للرجاله ولا للستات، كبار ولا شباب ولا اطفال؟ بتبتدي تشوف البرودكت بتاعك بتقسمه، تفضل تعمل له بريك داون ستراكشر لحد ما انت تبقى عارف البرودكت اللي معايا ده انا هوصله لمين. فبالتالي دي الحاجه اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي التارجت اودينس. بتبتدي تشوف الحاجه اللي انت عايز توديها دي توديها لمين. احنا بقى في اليوزر اكسبيرينس برضو عندنا تارجت اودينس. يعني انت لما بتيجي تفكر ان انت تعمل موبايل ابلكيشن او الويب سايت، هو مين اللي هيستخدمه؟ فانت بتعرف مين اللي هيستخدم الحاجه دي وبتعرف هل هو هيعرف يستخدمها وهل انا عامل تارجت اودينس صح للموبايل ابلكيشن ده ولا لا. لما بنيجي بنبريك داون اكتر كلمه التارجت اودينس دي بيقول لك ومين الباير بيرسونا بتاعك. يعني ايه كلمه باير بيرسونا دي؟ انت بتيجي بتحط شخص قدامك كمثال، سي فلان عنده 37 سنه، فلان بيحب الموسيقى، بيحب الاكل، بيحب دي شغلانته، بيروح البيت بيبقى عنده الوقت الكافي لان هو يعمل 1 2 3. فالشخص ده عايز ان انا اقدم له سيرفيس تسهل عليه الدنيا. فده بالنسبه لي باير بيرسونا، ان انا جبت شخص ان الشخص ده من الفئه العمريه دي هيكون اكتر حد ممكن يستخدم الموبايل ابلكيشن بتاعي. سي انا هعمل ابلكيشن بتاع توصيل اكل بيتي. طب التارجت اودينس بتاعي مين؟ التارجت اودينس بتاعي لو ناس ما عندهاش حد يطبخ لها في البيت، هو حد مثلا مغترب فبالتالي هو قاعد في البيت لوحده بياكل دليفري كتير فزهق من اكل الدليفري، فعايز ان هو دلوقتي يلاقي الاكل ان هو ياكله يبقى اكل بيتي. في بيجات كتير مثلا على النت بتقدم اكل بيتي وهكذا، فهو عايز يوصل للناس دي. طب تعالى ناخد الابلكيشن بتاعنا ده نعمل له بريك داون. طيب حد مغترب وعايز حد يطبخ له، دي اكبر فئه من اللي هتبقى موجوده عندنا، مغترب وعايز حد يطبخ له وفي مصر. فنسبه ان حد مغترب في مصر وعايز حد يطبخ له يبقى ده طالب. طب لو الطالب اللي مغترب من مصر ده، بغض النظر عن الاحداث اللي احنا فيها، الطالب اللي مغترب من مصر ده نسبه كبيره هيبقى سنه كام؟ يا ثانوي يا كليه. نادر قوي ان انت تلاقي حد مثلا في اعدادي. فبالتالي لو حد دلوقتي مغترب وفي ثانوي او في الكليه، فئه العمر بتاعته كام؟ هتتكلم 17 18 فيما فوق. طب الفئه الاكتر فيهم مين؟ اللي في كليات. يبقى انت بتتكلم من اول 19 سنه لحد 22 سنه، واحنا كده جبنا السن بتاعنا، احنا عمالين نعمل تارجت اودينس. طيب هات لي مثال بقى لاكتر ناس بتطلب، فهيجيب لك بقى باير بيرسونا. طب الباير بيرسونا ده هل هيجيبه راجل ولا هل هيجيبه ست؟ بنسبه كبيره هيبقى الباير بيرسونا راجل، لان الستات بتعتمد على نفسها اكتر. في ستات كتير بتحب تطبخ فمش هيبقى بالنسبه لها مشكله كبيره. هيبقى في فئه من الستات ما بيعرفوش يطبخوا او ان هي ما عندهاش وقت في يومها ان هي تطبخ فهي عايزه تطلب. بس الفئه الاكتر مين؟ الراجل اللي هيكون في السن ده، اللي هو هيبقى شاب وفي كليه وبيذاكر وبيروح ويخرج وعايز يروح البيت
يغسل هدومه، عايز ان هو ياكل، فما عندوش وقت ان هو يطبخ. فده الباير بيرسونا بتاعي. ده كده الشخص اللي انا باخده مثال ليا، اللي انا هعرف بعد كده ان ده يبقى اقوى جزء من التارجت اودينس بتاعي، اللي انا هبتدي ان انا استهدفه واحطه مثال قدامي ان هو هل الحاجه دي هتيجي معاك ولا لا. فدي الاكسسبيليتي، ان انا بدات ان انا اجيب تارجت اودينس، وان من التارجت اودينس دي انا طلعت منها باير بيرسونا. طب التارجت اودينس ده انا حاليا دلوقتي اتكلمت عن فئه ناس عاديه، يبقى انا كده بخاطب ان الابلكيشن بتاعي هيستخدمه ناس عاديه. طب الناس اللي سبيشال نيد، في ابلكيشنز بتقوم على السبيشال نيد. يعني في ابلكيشن مثلا للناس العمي، طب الابلكيشن ده بيوفر للراجل ده ايه؟ هيستخدمه ازاي؟ طب فكر معايا كده، لو واحد ما بيشوفش هيستخدم الابلكيشن ازاي؟ هيدوس على الموبايل؟ لا. طب ممكن يعمل ايه؟ ممكن يسمع. طب غير ان هو يسمع، ممكن يفتح الابلكيشن ازاي؟ ممكن يتكلم. يبقى انا دلوقتي الابلكيشن بتاعي ده في الاكسسبيليتي عايز ان هو يقدر ان هو يسمع ويقدر ان هو يتكلم. طب لو عايز يسال حد على حاجه يبقى هيتكلم وحد هيرد. طب انا دلوقتي واحد مش شايف وانا لابس هدوم، فانا عايز اعرف الهدوم اللي عليا دي لايقه ولا لا. طب هو هيشوف الهدوم اللي عليا منين؟ يبقى اكيد ان انا هقدر ان انا ادي اوردر ببقي ان هو يفتح الكاميرا، فالكاميرا هتتفتح لحد تاني، فالحد التاني هيشوف هدومي فهيقول لي حلوه ولا لا. شفت انا فكرت ازاي؟ طب اللي انا فكرت فيه ده انا كده بعمل ايه؟ انا كده بعمل اكسسبيليتي، ان انا بشوف ازاي ان الابلكيشن ده هيكون ليه اكسس ان الراجل الاعمى يستخدمه. طب لو واحد ما يسمعش، ما ينفعش يبقى فيه نوتيفيكيشن وانا ان هو يبقى عنده اوردرز بالساوند يفهمها، لازم كل حاجه تكون عن طريق انتر اكشن. طيب حد عنده عمى الوان، هل ينفع ان انا في الموبايل ابلكيشن استخدم له اي الوان؟ طب يا عم الالوان والليله دي بتاعت اليو اي، احنا دلوقتي بنتكلم في اليو اكس، ايه اللي جاب الالوان؟ لا 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 لا، اتقل عليا، اليو اكس بيخش كمان في الكلرز. ايه الكلام ده؟ ليه يا عم بيخش في الكلرز؟ من الحاجات اللي احنا بنعملها في الموبايل ابلكيشنز او الويب سايتس او اي حاجه بنعملها في الدنيا، بيبقى في حاجه اسمها كونتراست تيست، ان انت بتتاكد ان الحاجتين دول في بينهم كونتراست. واحنا بنقول بالبلدي انت الهدوم دي عامله كونتراست عليك، بس بنقولها بالبلدي. بس هي فكره مسمى الكونتراست ده لو جينا اتكلمنا فيه بشكل سبيسيفيك شويه، مش كونسبت اللونين يبقوا لايقين على بعض، لايقين ومريحين وواضحين، بالذات لو الحاجه دي هيبقى عليها تكست. انت دلوقتي جبت لي زرار وباك جراوند وكلام مكتوب وكلام مكتوب فوق الزرار، هل الاربعه دول لايقين على بعض؟ لو مش لايقين على بعض غير ان هم لايقين مريحين، اصلا انت الكونتراست تيست ده بيبقى فيه منه نسب، انت ممكن تكون ناجح ب 20% و50% و90% و95%. مين الاحسن؟ كده ال 95، لان انت لايقين ومريحين وهيعرف يشوف الكلام اللي موجود. دي برده حاجه يكون ليها علاقه بالاكسسبيليتي. فنسبه الناس اللي عندها عمى الوان دي، انت ممكن تبقى حاطط له لون واللون ده هو مش شايفه اللون اللي انت اصلا حاطه، يبقى انت متارجت غلط. انا المفروض ان انا اخد بالي ان في الوان معينه استخدمها. طب لو حاجه انا عايز اقول له ان هو يدوس كونفيرم، هستخدم لون ايه؟ طب حاجه انا عايزه ان هو يدوس كانسل، هستخدم لون ايه؟ طب ممكن حد يقول لي يا عم ما طبيعي اي ابلكيشن فيه كونفيرم وكانسل في اخضر واحمر، فطبيعي ان انا استخدم اخضر واحمر. قشطه ماشي، انهي درجه اخضر وانهي درجه احمر؟ الكلام ده برده يوزر اكسبيرينس. فالراجل اللي بيشتغل اليو اي بيحط الوان، بس بيكون لازم يكون فاهم يوزر اكسبيرينس عشان عارف يحط الوان ايه، والراجل بتاع اليوزر اكسبيرينس لازم يكون فاهم الوان عشان يعرف يعدل عليه ازاي. فحاليا ده كده انا عمال اديك امثله للاكسسبيليتي ممكن تطبق ازاي، بس المسمى العام لو رجعنا كده تاني نتكلم جنرال عن الاكسسبيليتي، ان هو فكره ان الابلكيشن بتاعي انا ابتدي ان اكون متاكد ان التارجت اودينس بتاعي هيعرف يستخدمه. الابلكيشن بتاعك التارجت اودينس بتاعك قلنا حد ما بيشوفش، يبقى لازم يبقى فيه فويس وفي كاميرا وفي ساوند. طب حد عنده عمى الوان، وبالذات ان الابلكيشن ده متخصص ان هو بيتست عمى الالوان، يبقى انا لازم اتست بكالوريزم معينه، والحاجات دي طبعا هرجع لميديكال. فالحاجات دي لما بنيجي بنطبقها في الاكسسبيليتي يبقى انا كده بعرف كام حاجه. انا بعرف التارجت اودينس بتوعي، بعد كده التارجت اودينس بتوعي ده بعمل لهم بريك داون اكتر، اعرف عنهم ديتيلز اكتر، وبعد ما بعمل كل ده بطلع باير بيرسونا كمثال ليا عشان اعرف اطبق عليه الاكسسبيليتي واليوزابيليتي. لان انت دلوقتي قلت ان الابلكيشن ده، احنا خدنا مثال الابلكيشن العمي ده وخلينا مكملين مع بعض، طبقت له ان الحاجه دي خلاص هيبقى فيها اكسسبيليتي وان هو ينفع يستخدمها. هل بقى الحاجه اللي هو هيعوز يستخدمها دي هيبقى سهل ان هو يتعلمها؟ هيبقى الرياكشن بالنسبه له تمام؟ هل لو هو دلوقتي كلم حد بالصوت، هل الاي اي اللي هيرد عليه ولا شخص اللي هيرد عليه؟ ما ممكن هو يقول ان هو عايز يكلم حد وما يلاقيش حد يرد عليه، فبالتالي ده هيكون افكتيف بس مش افيشنت. ان هو افكتيف ان هو بيقدم له السيرفيس بس مش افيشنت قدمها له بالشكل الصح. ان الناس اللي موجوده في الابلكيشن دي لازم يكون ليها ريت، لان انا بفتح الكاميرا وبقول لك انا في ايدي كام. طب ما ممكن اللي بيشوف الكاميرا دي يقول له ان اللي في ايده فلوس غلط ويضحك عليه وينصب عليه. فبالتالي لازم يكون في سكيورتي، وان يكون الابلكيشن بيفلتر الناس اللي بيتعمل لها ريبورت او وان يكون في ريت، ويكون في ريكومنديشن لاعلى ناس اللي هي بتبقى سكيور ان هو يكلم الشخص ده. فالموضوع لو جيت بصيت له عمال يفتح. كل الحاجات دي بنفكر فيها قبل ما نجري على فيجما. عرفت انا قلت لك ما نجريش على فيجما ليه؟ كونسبت اللي انت تجري على الديزاين من ناحيه فيجما او اكس دي او تشتغل على ميرو دايجرامز، ولسه هنشوف ايه ميرو ده كمان نتكلم عليه، او ايا كان ايه البروجرامز اللي ممكن ننام النهارده نصحى نلاقي فيه بروجرام تاني. انت مش بتجري على السوفت وير وخلاص، انت لازم تبقى فاهم كل ده. هو ليه في السنين الاخيره في ابلكيشنز كتير قوي بتطلع وبتقع وبتفشل؟ لان هو حد دخل اشتغل يو اي، بس اشتغل يو اي غلط،
بختار الوان غلط، ما كانش فيه تارجت اودينس، ما كانش فيه باير بيرسونا، ما كانش فيه اكسسبيليتي، ولا كان فيه يوزابيلتي. فبالتالي الصح بتاعنا اللي احنا بنشتغل بالصح من الاول، وان الراجل بتاع اليوزر اكسبيرينس ده ياخد حقه في اليوزابيلتي والاكسسبيليتي، ويبتدي بعد كده بيتعمل بلانز كامله وبيتعمل دايجرامز كامله زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت، وبيتعمل بقى الفرق بين ده وبين ده وليه ده وليه ده وهكذا. وهنبتدي كمان المره الجايه هنبريك داون ستراكشر اصلا الدنيا باينه ازاي اكتر، ان هو بعد ما بيطلع الحاجات دي لازم يوظف الباير بيرسونا، لازم يكون في مقارنه بين ده وبين ده. طب هل في فايده ولا لا؟ طب هل الابلكيشن بتاعي انا ليا كومبيتيتور ولا لا؟ طب الفكره بتاعتي جديده ولا لا؟ طب الفكره بتاعتي هل فكره قديمه وانا هبتدي ان انا اطور فيها؟ الحاجات دي كلها ليها انواع، والحاجات دي كلها ليها مسميات، ولازم تفهمها كويس قوي قبل ما تخش. بالذات حضرتك لو شغال في شركه هيبقى معاك تيم كل واحد فيكم ماسك سيكشن، لكن لو انت متارجت ان حضرتك تبقى فريلانس لازم تبقى فاهم كل حاجه، ان انت اللي ممكن تعمل الفكره، انت لو جات لك فكره انت اللي هتطورها، ممكن تكونفيرم على الفكره او تقول لا. ففي حاجات كتير قوي متوقفه على حضرتك لو حضرتك فريلانس اللي انت اللي لازم تعمله. فبالتالي لازم نبقى فاهمين الكلام ده كله قبل ما نخش على اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، مستنيكم في حلقات جايه كتير. ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب وترنوا الجرس عشان كل ما ننزل حلقات جايه تجيلكم. ولو حد عنده اي سؤال ممكن يسيب لي في الكومنتات، هرد عليكم كلكم ان شاء الله. ولو حد عنده اي اقتراح حابب ان احنا نضيفه في الكورس يا ريت يكتبه واكيد هنضيفه. اتمنى ان انا اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم.